من يومين في شاب سألني بيقول يعني أنا لو دورت على الراحة هلاقيها؟ قلت له الأول قول لي إيه هي الراحة من وجهة نظرك؟ قال لي يعني إيه؟ هي بتختلف؟ قلت له أكيد بتختلف، لأن اللي بيجري الراحة بالنسبة له إنه يقف يرتاح، والمريض الراحة بالنسبة له إن ربنا سبحانه وتعالى يشفيه، والطالب الراحة بالنسبة له إنه يخلص امتحان. أنت بقى راحتك فين؟ سكت بعدها وقال لي لا ده سؤال صعب جدا. هو فعلا سؤال صعب، لأن هنا لازم تقف مع نفسك وتعرف إيه اللي بيريحك فعلا، إيه اللي ممكن فعلا لما توصله تقول أنا ارتحت. وهل فعلا لما توصل للراحة اللي أنت كتبتها دي أو اللي أنت حددتها هتقف عندها ولا هتبدأ تدور على حاجات تانية؟ لأن الراحة في حد ذاتها نسبية، مش بس من شخص للتاني، ولكن في كل موقف، في كل مرحلة من حياتك. في مرحلة البحث عن الراحة لازم تاخد بالك من حاجتين مهمين جدا. أول حاجة إن الراحة مش هي غياب التعب. أنت ممكن تسعى وتحاول وتجتهد وأنت تعبان، وعلى الرغم من وجود التعب فالراحة اللي أنت بتدور عليها هتلاقيها في المعنى، في الهدف من اللي أنت بتعمله، الهدف اللي أنت عارفه. لأن طول ما أنت عارف الهدف وفي معنى للي بتعمله أنت مرتاح، لأنك شايف القيمة وشايف العائد ومنتظر الثواب والأثر. تاني حاجة، اوعى تكون وانت بتسعى وبتحاول وبتجتهد يكون في بالك توقعات انك بتدور على المدينة الفاضلة. سيبك من فكرة اليوتوبيا دي، مش موجودة، مفيش راحة بالمعنى ده. اللي بيحصل انك هنا بتقارن الواقع اللي من اهم مميزاته النقص بالخيال اللي مش موجود اصلا. فهنا مش هتوصل لحاجة، انت بس هتخذل نفسك او هتأيد نفسك. اما انك هتفضل قاعد مستني المرحلة المثالية، أو إنك هتشوف كل خطوة بتاخدها تعب لأنك مش قادر توصل للي توقعته، وده مخالف للواقع. فأنت عايش في الواقع، اتصرف بقوانين الواقع. النقطة دي على الرغم من بساطتها مهمة جدا، لأن اللي مش بيتصرف بقوانين الواقع بيفضل في سخط دائم مهما ربنا وفقه ومهما كان معاه. الراحة اللي انت بتدور عليها هتلاقيها في الرحلة. الراحة مش مكان احنا نوصله ونقول احنا خلاص هنا ارتحنا، ولكن هي رفيق، حد ماشي معاك طول الطريق. جرعات بتتوزع كده كل يوم ربنا سبحانه وتعالى بيمن علينا بيها. لحظة أمل، لحظة تدبر، لحظة خلوة مع ربنا سبحانه وتعالى، جلسة كويسة مع أهلك، كلمة طيبة. كل الحاجات اللي زي كده هي دي الحاجات اللي تساعدك إنك تكمل، إنك تشوف الهدف والمعنى. وإحنا هنا في علم النفس الإيجابي بنتكلم عن ده بصورة مهمة وكبيرة جدا، لأن في علم النفس الإيجابي في باب كبير جدا اسمه المعنى، إنك تدور على المعنى والهدف من اللي بتعمله علشان ترتاح وما تفقدش الأمل. فتعلم إزاي إنك تتعلم فن إنك تريح نفسك علشان تقدر تكمل. وما ينفعش أجرب وأنا مرتاح، ما ينفعش أسعى وأنا مطمن، ولا لازم أكون تعبان وطول الوقت بتوقع حاجات هي فعلا اللي مضيقة عليا فكري وهي اللي مضيقة عليا يومي، هي اللي بتخليني مستعجل والتوقعات بتزيد. اسأل نفسك سؤال، هو أنا ما ينفعش أعيش وأنا متقبل حاجات كتير جدا حواليا بعد ما أفهمها فاتزن؟ وتاني هنا بقول إن مش علشان تقبلت حاجة فده معناه إنك موافق عليها. أنت ممكن تتقبل حاجات كتير جدا وأنت مش موافق عليها. أنت ممكن تتقبل الشر، متقبل وجوده في الدنيا لكنك مش موافق عليه، ولكن مجرد تقبلك ليه هو إدراكك إنك عايش في الواقع، والواقع مش بالكمال اللي أنت بتدور عليه ولا اللي حد تاني بيكلمك عنه. آخر حاجة، فلازم تعرف الأول قبل ما تجري أنت بتجري ليه. دور على الهدف والمعنى من اللي بتعمله، لأنك لما تعرف الهدف والمعنى ده هيسهل عليك المسافة اللي أنت هتقطعها، وهيسرها عليك مهما كانت طويلة، لأنك هتدور على الأثر ومنتظر الثواب. لكن لو بتجري ورا توقعات وبتدور على اليوتوبيا ومنتظر إن الراحة دي هي مجرد مرحلة هوصل لها وارتاح، فالحقيقة مفيش حاجة في الدنيا بالمنظور ده. أنت كده بتخدع نفسك ليس إلا. فبلاش تعمل كده في نفسك، هتحصل في الواقع على حاجات ناقصة تكتمل برضاك عنها، فيبهرك ربنا سبحانه وتعالى بعطائه ليك في المرحلة اللي بعدها، علشان تفتكر إنك زمان ما كنتش ساخط، فترجع تحمد ربنا سبحانه وتعالى تاني. سلام.